فلكيا منتخب مصر خلاص وصل لكأس العالم 2026. شرعيا الهلال ممكن يوصل يوم الثلاث في ماتش سيراليون، وكده ولا كده الامور سهله يعني. لكن هل هو انجاز؟ لا، ده امر طبيعي. امال فين الانجاز؟ الانجاز في نهايه كاس العالم. منتخب مصر وصل 3 مرات ما كسبش ماتش، ما عملش ماتش عدل. يعني ممكن ناس بتتكلم عن ماتش 90 هولندا ومصر، يمكن هو ده الماتش الافضل اللي لعبه منتخب مصر. طيب يبقى الكلام في اللي فات يتنسي، الكلام في اللي جاي يتفتح. استعدادات، اعداد، معسكرات، تدريبات، وضوح رؤيه، كاس عالم جديد، يبقى فيه شكل جديد للكره المصريه، لانه الكره المصريه لم تتواجد بعد في اي نهائيات لكاس العالم. يعني المغرب تواجدت بقوه، الجزائر تواجدت بقوه، تونس تواجدت بقوه، الكاميرون، نيجيريا، السنغال عملت ماتشات، غانا عملت حاجات كتيره. منتخب مصر ما عملش حاجه، وبالتالي يعني بلاش النفخه الكذابه اللي ممكن يعني الناس تهلل لبعض الامور السهله، لكن لما نيجي عند الصعب نعلن الاستسلام التام، وده مش مطلوب اطلاقا. مطلوب في كاس العالم في النهائيات يبقى في كره قدم مصريه. محمد صلاح، الناس ممكن تسال النهارده هو محمد صلاح عمل مع منتخب مصر اللي كان بيعمله مع ليفربول او في دوريات اوروبا؟ انا بقول لك لا. والعيب مش في صلاح، العيب في الكره المصريه نفسها. صلاح بيلعب فين؟ بيلعب في ملعب شيك، جماهير شياكه اخر اناقه، تكتيكات، خطط، برامج، روح رياضيه، تنافس شريف، اجواء نظيفه. ارجعوا لاي ماتش من الماتشات كده هتلاقي كل الكلام ده موجود. لما تيجي تنقل هنا هتلاقي ان صلاح جاي من البستان الجميل ده اللي في الدوري الاوروبي، وجاي هنا مش عايز اقول في مستنقع يعني كله مشاكل وازمات وخناقات ومهاترات وفضايح، وبعدين تقول له فين صلاح؟ صلاح بيلعب بنفس المستوى اللي هناك، لكن العيب مين اللي جنبيه؟ محدش جنبيه. فين كل العوامل المساعده اللي تخليه شكله يبان؟ هو مش باين لان مفيش جنبه حد. وبالتالي المطلوب انه الثقافه عند محمد صلاح، الوعي عند محمد صلاح، احساسه بالمكان، في الاستلام، في عدم الانانيه. لو رجعت ماتش اثيوبيا هتلاقي ان صلاح فيه كل الحاجات دي. عمل اسيست الجون الاولاني للثاني، وهو اللي جاب الجون الاولاني، وبعد كده هو اللي بيدير وهو العقل المفكر. بعد كده بص كده على اللعب العشوائي والفرديه والقصه دي كلها، بتلاقي اللعيبه بتاعت اللعيبه المنتخب المصري او الانديه عموما يلعبوا شويه وبعدين ينسوا اللي كان مطلوب منهم. ميزه صلاح انه ما بينساش، فصلاح قيمه كبيره يضاف اليها مرموش ان شاء الله. لكن نبطل مقارنات، لان المقارنه مش هتبقى ظالمه لصلاح، المقارنه ظالمه للوضع المحلي اللي بيقارن بيه صلاح. من هنا لازم تكون البدايه صح، بدايه صناعه كره قدم فيها اكتر من صلاح عشان يبقى عندنا كره قدم. شكرا لحضرتك.